السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في وصفة جديدة. اليوم ان شاء الله غادي نقدم معكم حلوة اللوز، واحد جوج شكيلات اللي هما ساهلين للمبتدئات اللي بغات تصوبها في هذا العيد ان شاء الله. الطريقة اللي هي سهلة ومبسطة وناجحة يعني جميع الاسرار ديال حلوة اللوز باش نجح معكم. هنا عندي واحد 700 غرام ديال اللوز، نوعية تكون جيدة من الافضل باش تجيكم الحلوة بنينة. يعني يكون لوز بلدي، ما يكونش داك الرومي اللي كيكون ناشف ويكون فيه حتى مذاق، كتجي الحلوة يعني كلها ما كتجيش فيها المذاق، يعني كيجي فيها الشكل والمذاق والو. هنا درت معها قبيصه ديال الملحه، درت معها شويه ديال المسكه حره طحنتها مع السكر، درت ليها السير هنا باش كتجي بنينه وتيجي المذاق ديالها مختلف، ومعلقه ديال البخاليني. بالنسبه للبخاليني الطريقه ديالو راه عندي في القناه، كتبوا على البخاليني غادي يخرج لكم. ومعلقه ديال الزبده، والزبده حتى هي تكون الزبده ديال العبار، يعني الزبده من اصل حيواني، تكون حتى هي نوعيه جيده باش يعني ملي تاكلوا الحلوه يعني كتذوقوا المذاقات اللي هما زوينين. كديروش حيت يعني ديال الباطا ولا المارغرين كتكون المذاق ديالها بشكل. المهم هنايا راه خلطتها وحطيتها فوق سطح العمل، وكنزيد ما زهر بشويه بشويه. هنايا غادي نقول لكم خداو واحد 4 المعالق ديال ما زهر. قلت لكم الا درتوا اللوز البلدي اللي كيكون فيه الليدام ديالو راه ما تيحتاجش الماء زهر بزاف، درتوا الاخر الرومي راه غادي تحتاجوا الماء زهر كتر حيت كيكون ناشف يعني، وتيبغي يدليك، هو تيبغي تخدميه مزيان عاد كيعطيك الطعم. صافي هنايا راه عجنتها شي شويه كما قلت لكم، واحد 4 المعالق كبار حتى ل5 ديال الماء زهر. صافي وحطيتها في بلاستيكه وحطيتها على جنب. دابا غادي نجيو نديرو العجينه. بالنسبه للعجينه هنايا درت غير 4 ديال الدقيق، وراه خدمات ليا ديك الكميه وشاط ليا شويه. درت معها واحد المعلقه ديال الزبده، معلقه كبيره ديال الزبده ديال العبار حتى هي، وقبيصه ديال الملحه. هنايا رملتهم مزيان كما كتشوفوا، يعني رملوهم حتى كل حبه ديال الدقيق تكون خدات الزبده. ودرت معلقه كبيره ديال العسل، اللي ما توفرش ليها العسل ممكن دير السكر. صافي وهنا غادي نجمعها بما زهر. كما كتشوفوا المقادير راهما ساهلين وبساط. وبالنسبه لهذا يعني كما قلت لكم هنا غادي نجمعها بما زهر، والعجينه ما تكونش مرخوفه وما تكونش قاصحه بزاف، يعني هي مايله للقصوحيه حيت فيها الزبده ملي كترخف راه كتولي رطبه، وحنايا ما خصناش العجينه تكون رطبه بزاف. وهنا غادي نرجع للعقده، نسيت واحد المعلومه. بالنسبه اللي ما بغاش يدير البخاليني غادي دير بلاصتو معلقه صغيره ديال القرفه. وبالنسبه للعسل ملي قلت لكم اللي ما توفرش يعني خصكم ديروا عسل حر، غاديش ديروا العسل اللي فيه الجليكوز حيت هذاك فيه الجليكوز، هذاك رخيص كيكون فيه الجليكوز غيقصح لكم العجينه. وبالنسبه للعجينه ديال الحلوات اللوز راه ما كتبغيش انها تدلك. هانتوما كما كتشوفوا راه غير غنجمعها، هي راه باقا كلها زعما فيها الكرات وداكشي، يعني راه ما دلكتهاش. غنخليها ترتاح قد ما دلكتوهاش تقريبا بحال الصابلي. ما دلكتوهاش بزاف كتجيكم رطبه وهشيشه، الا دلكتوها بزاف كتجيكم قاصحه شويه. المهم هنايا هنا كما كتشوفوا هي ارتاحت. هنا كورتها غادي نقسمها على 4. هانتوما كما كتشوفوا القوام ديالها كما قلت لكم راه ما قاصحاش بزاف وما رطباش، بين وبين. صافي هنا غادي نقطعها على 4 كما قلت لكم، وغادي نرش الطحين باش ما تلصقش لينا في الماكينه. وغادي نخرجها انا هنايا في الماكينه في النمره الاخرى كاع، ارق نمره. يعني راه هاد الكميه ديال سميتو ديال العجينه وديال عجينه اللوز وكلشي، يعني راه كتخرج ليا زعما ما كتاخذش ليا العجينه بزاف باش تخرج ليا زعما في العبار بزاف. كندير العجينه اللي رقيقه، وملي كتاكلي ديك الحلوه يعني راه كلها لوز، فيها شويه العجينه من الفوق، يعني فيهاش داك كتجيش مدقصه وفيها زعما فيها قوه العجينه. صافي هنا غادي نرش بالدقيق باش ما تلصقش ليا كما كتشوفوا. صافي وغادي نبدا نجي دابا الكرات. بالنسبه للعجينه هنايا راه درتها كرات كل وحده في الحجم ديالها 22 غرام. المهم اختصرت باش ما نبقاش زعما ناخذ بزاف ديال الوقت في الفيديو. فيها 22 غرام. ممكن نتوما الا ما عندكمش الميزان ديروها عينكم ميزانكم، يعني الكرات تكون اللي هي كبيره شي شويه حيت حلوه اللوز كتبغي تجي كبيره شويه. ها نتوما كما كتشوفوا راه كنحاول العجينه نجرها كلها لتحت.
هانتوما كما كتشوفوا شفتوها راه العجينه كتبان، عجينه اللوز كتبان من العجينه اللي الفوق شفتيها. هانتوما يعني راه ما كتاخدش العجينه بزاف. صافي غادي نستمر انا بهذه الطريقه كما كتشوفوا. انا درت معكم شحال من حبه باش يعني توضح لكم الطريقه. هانتوما بهذا الشكل كتجمعوا وتحاولوا تجروا ديك العجينه باش كترقاق وكتسد لكم وما كتبقاش عندكم العجينه بزاف. هنا كنقطعها بالموس صافي بهذا الشكل. وراه حتى حاجه ما صعيبه، حتى واحد ما تزاد معلم. الانسان خصو غير يزعم ويجرب المره الاولى، المره الثانيه تصدق، المره الثالثه ما تصدق. تيتعلم الانسان. ها انتم هنايا راه درت سميتو، انا قربت لكم عاوتاني لما كنجرب وحده بوحده وكنحاول ما نحطش العجينه على العجينه بزاف. صافي. وهنايا راه ماشي بحال الكعبه، يعني ضروري نردوا البال الهواء، حيت هنايا كتجي كلها منقوشه، يعني راه داك الهواء كيخرج. ماشي بحال الكعبه، الكعبه كتكون مسدوده، يعني ضروري كنخرجوا داك الهواء باش ما تجيناش مبوقه. اما هذه واخا يبقى لكم شويه الهواء لداخل ولا هذا، من بعد راه كلها كدار بالمنقاش، يعني كلها كتثقب، راه داك الهواء راه كيحيد، ما كتبوقش. العكس ديال الكعبه، الكعبه ضروري خصكم تخرجوا داك الهواء وتردوا ليه البال ملي كتكونوا كتغلفوه بالعجين. صافي هنا خديت هاد القطعه كما كتشوفوا اللي شكل ورده. هانتوما كنضغط عليها شي شويه باش تراسا ليا مزيان وتقطع ليا داك الشكل ديالها. صافي هنا عندي منقاش مدور، ممكن تستعملوا الاخر، غير ما غاديش تجيكم يعني هذا ما غاديش تجيكم الزواقه دايره، غتجيكم قاده. هانتوما كما كتشوفوا راه كندير ضربه لتحت وضربه الفوق صغيره، ضربه لتحت كبيره. وهانتوما شوفوا السر باش ما كتقطعش لكم العجينه. بالنسبه لهذا الشيء طبعا للمبتدئات، راه ما كنحيدش المنقاش وهو محلول، فهمتي؟ ما كتجيش تحيديه من الحلوه وهو محلول. الا طلقتي يدك، الا طلقتيه راه كيتحلك في العجينه وكتقطع. خاصك تبقى يعني جامعه وطلعيه الفوق، تيفوت العجينه عاد غتحليه، ما غاديش تحليه وهو في العجينه. الا حليتيه في العجينه راه كتقطع وكتجي الشكل ديالها خايب. ها نتوما غير ردوا معايا البال كيف كندير. ها نتوما راه كنحيد المنقاش وهو مسدود حتى كيفوت العجينه عاد كيتحل. يعني كتسدوه وكطلعوه، ماشي كيبقى مسدود حيت غادي يجر لكم العجينه، كيتحل بواحد النسبه اللي هي بسيطه باش كيخرج. الا حليتوه وسط العجينه راه كتقطع. المهم هنايا هذا هو الشكل ديالها. غادي نزيد واحد من النقيشات مازال في ديك البلاصه اللي بقات، واخا جات ضيقه ماشي مشكل باش تجي في الشكل زوينه. وهنا بالنسبه للقش راه ضروري في الاول راه كيجيكم شويه صعيب كما قلت لكم تتقطع لكم العجينه، ولكن غير هذا هو السبب. ملي غادي تردوا ليها البال المهم انا قلت لكم السبب ديالها باش تردوا ليها البال. صافي المهم انا غادي نستمر بهذا الشكل حتى غادي نسالي الحليوات ديالي، وغادي ندوز نزوق هذه، ندير ليها الوريضه من الفوق حتى هي نوريكم الطريقه اللي هي بسيطه وزوينه. وبالنسبه هنايا للنقيش ملي غادي نساليو الحلوه غادي نبداو بهذيك اللي بدينا بها الاولى، كتكون نشفات شي شويه كتبان فيها الزواقه، ما كتكونش العجينه باقا رطبه. يعني غادي نبداو اللي بدينا بها لبسناها بالعجينه هي اللي غادي نبداو بها في الزواق. هنا خديت شويه العجينه قطعتها بواحد القطعه اللي هي صغيره دائريه. صافي هنا كناخذ جوجات. بالنسبه لهذيك ديك الحفيره كندهنها ببيض البيض باش تلصق ليا فيها العجينه وما تحيدش من بعد. هنايا راه بالراس ديال البانسو انا صوبت الورده شفتوها. صافي غادي نتكا في هذيك الحلوه. صافي راه كتلصق ببيض البيض من بعد.
هانتوما راه ساهله جدا. كندهن بيض البيض، كناخذ هادوك وحده فوق وحده صافي بالظهر ديال البانسو صافي. كندير تما هكا كنحطو وكنجمعها كتولي وريضاي بوحدها صافي. وكنلصقها عاوتاني فوق الحلوه ديالي. بالنسبه للحلوه انا خليتها باتت، من الافضل انكم تخليوها تبات ولا تجلس واحد 3 السوايع بعدا حتى تنشف، باش كتبقى النقشه ملي كطيب كتبقى تبارك الله النقشه ديالها باينه. اما الا درتوها وهي ما ناشفاش بحال كتنفخ وكتمشي من هذيك الزواقه. هانتوما هنا كما شفتوا راه ناشفه، وهنايا راه دخلتها الفران بعد ما دهنتها مشات ليا اللقطه، دهنتها بالزبده نوازيط، الزبده ديال العبار تنطيبوها حتى كيمشي من هذاك الحليب ديالها كامل. كندهنوا الحلوه ديالنا كامله مزيان بالزبده، هذا هو السر ديالها باش كتجي عاوتاني هشيشه. كندهنوها مزيان بالزبده نوازيط وكندخلوها للفران. الفران يكون ناقص ما يكونش مجهد، ندخلوها ليه ونحاولوا انها ما تحمرش ماشي قد ما خدات الطياب كتقصح. المهم نديروها من التحت تتشد راسها مزيان ونحمروها شي شويه كما شفتوا راه كتجي مذهبه خفيفه صافي. بعد ما خرجات وخليتها بردات شي شويه ما دهنوهاش بالناباج وهي سخونه، حيت كيقصاح داك الناباج الا درتوها وهي سخونه كيقصاح صافي. هنايا راه دهنتها كامله والزواقه راه شفتوها كيفاش درتها بعجينه اللوز، ودرت ليها العقيقه والاخرى رشيت عليها شي شويه ديال العقيق دوغي. وكتكون الحليوه ديالنا هذا هو الشكل ديالها. انا هنا راه زربت حيت ما بغيتش الفيديو يجي طويل بزاف ويجي ممل. المهم الاسرار راني قلتهم كاملين، واللي عندها اي تساؤل ممكن تسول في التعليقات اولا تدوز عندي الانستغرام، انا نخلي لكم في صندوق الوصف. ومع السلامه.